اهلا وسهلا بيكم. ووصل الوايلد كارد، كل اللي سأل على وايلد كارد جه ميعاد الوايلد كارد. طبعا احنا كنا مريحين 4-5 ايام، الفانتزي مأجزنا، بس الفرق التانية شغالة في الكاسات، فقاعدين نبص كهرباء واف اي كاب، وبص دنيا اخر مخولة. انا دماغي لفت يابا. فبص رستخ يا زكي يا رستخ، واحدة واحدة كده مع بعضينا هناخدها ونشرح لك كل حاجة، الدبل ايه البلانك ايه كله جاي، بس انت بس ما تقلقش. ان شاء الله النهارده زي ما قلت لك دي حلقة الوايلد كارد، بكره هينزل لك الحلقة بتاعة التحضيرات بتاعة الجولة اللي هي الارقام والاحصائيات، بعده هينزل لك للناس اللي مش عايزة وايلد كارد بقى اخبار تغييراتك تمشي ازاي معاك من هنا لحد ما نوصل للبلانك بتاع ال 25. استأذنك بقى في حاجة سريعا، فعل جرس تنبيهاتك قبل اي حاجة عشان الحلقات توصلك اول ما تنزل على طول، واشترك معانا طبعا اول مرة تتفرج علينا، وبعد اذنك حط لنا اللايك بتاعك اللي بيساعد جدا على ان المحتوى بتاعنا ينتشر ويوصل لاكبر عدد من الناس. ويلا بقى سريعا ندخل في الوايلد كارد بتاعنا. زي ما انت شايف بقى كده انا فضيت الفرقه بتاعتي خالص عشان خاطر نبدا نختار بقى ايه الوايلد كارد واللعيبه بتاعتنا. طيب انا مبدئيا مش همشيها لعيب لعيب زي ما احنا متعودين، لا انا همشيها بقى بطريقه مختلفه. انا هروح للفرق اللي انا عليها العين واقدر اختار منها. فانا اول فريق عندي عليه العين انا بتكلم على مانشستر سيتي، وبما اني قلت مانشستر سيتي فاجري جري يا اسلام وحط لك هالاند. تمام، من غير ما اشوف ماتشاته حتى. نيجي بقى نبص مثلا عايزين نجيب حد في السيتي كمان مثلا قدام. طب مين قدام حلو نقدر نجيبه من السيتي؟ الكلام دلوقتي كله ما بين محرز وما بين جريليتش. انا بصراحه بكون ميال اكتر لمحرز، هو الحاسم اكتر على الجون من جريليتش. ماتشاتهم بقى زي ما احنا شايفين، عندهم توتنهام، بعدين عندهم دبل زي ما قلنا في ال 23 استون فيلا وارسنال، وعندهم ميزه ان هم مش هيبلانكوا في ال 25، هيفضلوا يلعبوا لحد ال 28، فدي ميزه حلوه قوي. عشان كده لازم قدر الامكان يبقى عندنا 3 لعيبه من السيتي، عشان ما اجيش قبل الدبل بتاعهم انا هبقى عايز اعمل تبديل انا ممكن استغنى عنها وانا بعمل الوايلد كارد اصلا من دلوقتي. فمحرز اوبشن حلو ان احنا نفكر فيه. فتعالى كده نحط محرز معانا في التشكيله. مستواه صراحه ثابت واموره ثابته مع جوارديولا الفتره دي، ربنا يخليه راضي عنه كده. وفي الدفاع بقى، في الدفاع انا ما بين اختيارين، ما بين اكي وما بين ادرسون. ليه؟ لان ادرسون اكتر واحد ضامن مكانه، حتى اكي هو اكتر واحد يعني ضامن في خط الدفاع، بس مش زي ادرسون. بس ادرسون ب5 و4. طب ما انا ابص على اكي وممكن يطلع لي مساهمه هجوميه. الراجل كمان الماتش الاخير جايب جون في ارسنال وطالع كسبان وجوارديولا بيحبه وراضي عنه، فمش غلط ان انا احط اكي كمان معايا في الدفاع، وهنبص قدام هنشوف الدنيا هتمشي معاه لغايه فين. ده كده يبقى انا جبت 3 لعيبه من السيتي واستفدت من الدبل بتاعه في ال 23. اللي زيه برده في نفس الوقت هيكون ارسنال بقى عندها ميزه كمان عن السيتي، انها في ال 28 مش هتبلانك اصلا، هتلعب كمان في ال 28 لانها خسرت من السيتي وطلعت من الكاس. فانا عندي من ارسنال، طالما بتكلم على ارسنال اجري جاري احط اوديجارد برضو من غير ما اشوف ماتشاته ايه. نيجي بقى على الحته الثانيه، طب اجيب حد في الدفاع ولا اجيب رامزدال؟ انا بفكر ان انا ميال اكتر لرامزدال، بيقدر يطلع بكلين شيت. وايت ما بقتش خلاص، تومياسو بقى موجود، تاني بقى موجود، زيتشينكو بقى موجود، وايت موجود. بص الدنيا شويه هتبقى ملخبطه الفتره اللي جايه في الباكات اكتر من المساكين مضمونين جابرييل وصليب، بس انا هروح على رامزدال كاوبشن عندي اقدر استفيد بيه مع اوديجارد. يبقى انا كده عندي اوديجارد وعندي رامزدال. نيجي بقى في الحته الهجوميه، انا بفكر في نيكيتيا، حته ديفرنشال حلوه مش غلط خالص تفكر فيه. الماتش الاخير طبعا اللي انا بعته فيه كان جايب 13 نقطه، قبليها كان طالع بلانكين، بعدين زي ما انت شايف 8 في 6. هنا ما كانش بيلعب، خصوصا ان هو اللي ماسك دلوقتي لان خيسوس لسه موضوعه مطول. فانا شايف ان نيكيتيا اوبشن حلو بال6.7 مليون بتوعه، ويبقى عندي 3 لعيبه من ارسنال اقدر ادخل بيهم كمان الدبل بتاع ال 23، وانا مرتاح ان عندي فيه 3 لعيبه من هنا ومن هنا. ده بالنسبه للارسنال. بعد كده بقى هدخل على اليونايتد. تعالى ندخل على اليونايتد يا صديقي. تمام، نيجي نبص بقى يونايتد مين فيها اكتر حد برضو من غير ما نشوف ماتشات. راشفورد، حط على السريع حط راشفورد. طبعا انت هنا ممكن تكون ملاحظ ان راشفورد ب7.2 وعندي بينزل ب6.9، ده لان راشفورد اصلا موجود في فرقتي فبينزل لي بالسعر القديم. تمام، يبقى كده جبنا راشفورد. العادي ان اقول لك هدي خيا ولوك شو، ده العادي. فانا شايف انه ده طبيعي. هتقول لي طب ما هم هيبلانكوا، هقول لك تمام، ما هاجي لك للحته دي. خلينا نخلص كده التشكيله نبص على شكلها في الاخر، ووارد جدا نعمل تغييره فيها، يعني مش هتبقى هي دي الحاجه النهائيه، احنا بنفكر مع بعضنا. ندخل بعد كده على نيوكاسل. هندخل على نيوكاسل. انت شايف الطريقه دي شايفها احسن ولا؟ انا شايف انها احسن ان انا بدخل على الفرق مش على اللعيبه واقعد احير نفسي. ادي تريبير
برضو من غير ما اشوف ماتشاته. تريبير لازم يكون معاك، ماتشاته حلوه ماتشاته وحشه، نسبه ملكيته بتخوف. الراجل نسبه ملكيته فين يا اسلام؟ 68.9 يعني تاني واحد نسبه ملكيه بعد هالاند. هالاند نسبه ملكيته 85، بيجي بعديه على طول تريبير. ادي كده تريبير. طيب انا بفكر في اختيار، وده هيكون شويه ديفرنشال بس برضو في ريسكايه، هبص عليها قدام لما نيجي في شار اوبشن حلو معانا مع تريبير. كنت ممكن اقول لك هات بوب، بس انا خلاص بقى عندي ديخيا، لان الاثنين دول ارخص من بوب وماتشاتهم حلوه. بص ديخيا ماتشاته عامله ازاي، اتفرج يا باشا. كريستال، في ليدز، في ليستر، في برينفورد، هيجي ليفربول ماتش اصلا سهل، سيبك من الكلام اللي انت شايفه ده، في ساوثهامبتون. فلا ماتشاتهم حلوه، هم هيبلانكوا، بس بص الماتشات عامله ازاي، ماتشاتهم حلوه جدا. ديخيا نفس الكلام على رامسدال، برضو ماتشاته حلوه جدا. فانا لا، انا بوب عندي بالفلوس بتاعته، لا انا بوب ب5.5 فرق نص مليون، لا خليني فيه. عندك شار ب5.1، عندك بيرن ب4.6. طب والله انا اروح على بيرن، انا ليه اروح على شار؟ فرق نص مليون يا باشا، 4.6 وواحد ب5.1، فرق نص مليون وفرق 10 نقط. ال10 نقط دول فرق في البونص. بص بيلعب كل الوقت 90 دقيقه اهو، وساعات بياخد بونص اهو زي ماتش فولهام كمان. فلا انا اروح معاه على طول مع بيرن. انا ابيع لك نفسي يا بيرن. تمام. تعالى بقى ندخل على برايتون، نشوف برايتون اخبارها ايه معانا. بصراحه بعد الماتش الاخير بتاعهم قدام ليفربول، وانا مغمض هروح رايح على ميتوما. فين ميتوما؟ اهو ادي ميتوما. ده الموضوع، ما بيهزرش ميتوما، ما بيهزرش، وماتشاته كمان حلوه. يعني بورنموث في كريستال في فولهام، بص الماتشات عامله ازاي، خضار، سكتك خضره يعني. روح على ميتوما 5.1. طبعا فاكرين ميتوما، انا كلمتكم عنه قبل ما اي حد يتكلم عنه، كان سعره 4.9. قلت لكم اللعيب ده ياباني كده ولقطه وبتاع. تخيلوا الواد ده كان قاعد احتياطي في كاس عالم. يلا ادي ميتوما. كده احنا جبنا الفرق اللي كل الكلام عليها باستثناء. لسه بقى هنتكلم دلوقتي عن فرقتين ناقصين. هنتكلم عن تشيلسي في الدفاع. تعالى كده نروح على تشيلسي، نروح على تياجو سيلفا. هتقول لي ليه تياجو سيلفا؟ هقول لك لان الثبات في التشكيل او الثبات في اللعب هو الوحيد زي ما انت شايف كده اللي موجود في تشكيله جراهام بوتر من ساعه ما جه. هو الوحيد اللي ماسك اساسي، هو ومعاه كيبا، بس دول الاثنين الوحيدين. فكيبا مش هو، انا مش حاطه، فبفكر احط. في ناس هتقول لك لا والله انا اجيب كيبا عشان بيطلع لي بسيفز، بلاش تياجو سيلفا. اقول لك والله مش غلط، يعني براحتك، بس يعني تياجو سيلفا برضو مش غلط. تياجو سيلفا بيطلع ساعات ببونص، اهو الماتش قبل اللي فات طالع ببونص اوقات. طبعا السنه اللي فاتت كنا شايفين كل مساهماته الهجوميه كان بيطلع وبيحط جوان كتير، السنه دي مفيش الكلام ده. فخليني دلوقتي مع تياجو سيلفا ابو 5.5 مليون. هنيجي بقى نبص على نص الملعب. طبعا في حته كده لو حصلت هتبقى لقطه بالنسبه لنا، سامعين ان نيوكاسل بيتفاوض مع ماديسون. لو جابوا ماديسون وش البديل الشرعي الالميرون، يبقى احنا ارتحنا كده من الموضوع ده تمام. طبعا هنا اكيد مش ههرج يعني، هو هاري كين ما ينفعش ما يكونش موجود. والحته بقى ايه اللي هي فيها كلام شويه، كولوزوفسكي بقى. تقول لي ليه كولوزوفسكي؟ اقول لك يا سيدي ادي كولوزوفسكي، وهقول لك ليه كولوزوفسكي. مبدئيا اللي بيلعب كوره، اللي بيتفرج على الكوره من غير ما يكون ليه في الفانتزي، هيقول لك الواد ده جامد قوي. كولوزوفسكي كل الخطوره في توتنهام من عنده، كل الخطوره. زي ما كان سون معتمدين عليه توتنهام السنين اللي فاتت هو اللي بيدي، السنه دي هو كولوزوفسكي. وبص ماتشاته، سيبك من ماتش السيتي واتفرج بقى يا باشا على الدلع. شايف دلع؟ فكلوزوفسكي من توتنهام. التشكيله دي بقى حلاوتها في حاجه عجبتني، يعني بص وعجبتني قوي وانا بتكلم عليها دلوقتي. في دبل اب حلو قوي. عندك دبل من توتنهام، دبل اب 2 مهاجمين، دبل اب من السيتي، دبل اب من ارسنال، روعه. 3 دبل اب، يعني مين هيجيب؟ على الاغلب هيكون عندك، فيعني مش سيء بالمره. عندك راشفورد، عندك ميتوما، عندك تريبير. انا شايف دي تشكيله حلوه، ويتبقى معاك كمان فلوس اهو عشان لو عايز قدام تعمل تغييره. عندك الاسبوع ال 22 الدبل بتاع يونايتد عندك منه 3 لعيبه، الدبل بتاع 23 السيتي وارسنال عندك منهم 6 لعيبه. يعني انت داخل فل للدبلات. هتيجي بقى على بلانك ال 25 تقول لي طب انا هعمل ايه؟ هقول لك بلانك ال 25 انت عندك منه 6 لعيبه. عندنا تريبير، عندنا بيرن، عندنا لوك شو وديخيا وراشفورد وميتوما، عندنا 6 لعيبه. قول ديخيا هيقعد دكه كده لانه حارس، ورامسدال هيلعب مش مشكله. تريبير مثلا، واحد زي تريبير اياك تمشيه، لان بص هوريك حركه بس معلومه. تريبير شايف سعره عندي كام؟ 5.5. لو انا بعته وجيت اشتريه هيبقى تريبير ب6.1، يبقى انا خسرت فيه 0.6. فاياك تمشي تريبير. خلي تريبير، اللعيبه اللي سعرها زاد في فرقتك اياك تمشيها، خليها عشان ما تخسرش فيهم فلوس لو ترجع تجيبهم تاني، خصوصا لو لعيبه جامده زي تريبير. فمن الاخر كده انت اللي هتقعده دكه في الاسبوع ال 25 ديخيا الحارس، وهتبقى 3 لعيبه. هتقعد راشفورد، هتقعد تريبير، ادي كده 2 لعيبه، وهتقعد بقى معاهم ميتوما، يبقى كده 3 لعيبه. وهتضطر ان انت في ال3 تغييرات بتوعك من هنا للاسبوع ال 25
كل اسبوع على حسب سهوله الماتشات وصعوبتها تبدل ما بين بيرن وشو، تمشي واحد منهم وتجيب واحد تاني، وتمشي واحد تاني وتجيب واحد تاني، او تخلي واحد وتدخل الاسبوع ال25 وانت ناقصك لاعب. ما هو برضه مش كل الناس هتدخل 25 ومع ال11 لعيب يعني، الا لو هيعمل فري هيت ولا هيعمل حاجه. فده كده وايلد كارد انا شايفه مناسب جدا. خد لك بقى سكرين شوت عشان دلوقتي سريعا هدخل معاك على الوايلد كارد التاني. تعالى بقى ندخل على الوايلد كارد التاني يا سيدي. بص احنا مش هنبعد عنه، مش هنبعد عن الاولاني كتير، بس خلينا نقول عشان نبقى جبنا كل الاوبشنز المتاحه. في لعيبه مش هننسى اللي هم اتكلمنا عليهم، لعيبه ارسنال، لعيبه يونايتد، لعيبه السيتي. تعالى بقى نبدا مثلا نشوف ممكن نلعب فيها ازاي. عندك ديخيا ممكن نشيله، رامزدان ممكن نشيله، بيرن ممكن نشيله، تياجو سيلفا كمان ممكن نشيله، وكلوزوفسكي ونيكيتيا. الباقيين دول تمبلت ثابت بينزل كده خلاص. اللعبه دلوقتي بتتاكتف، التمبلت ده لازم يبقى ثابت عندك. ممكن معاهم اكي كمان، بس عشان خاطر الدبل بتاع السيتي انا مش عايز امشي اكي دلوقتي. وبما اني ذكرت دبل السيتي يبقى لازم افتكر ان انا عندي دبل لارسنال، فخليني بقى ابدا ابص على الدفاع بتاع ارسنال مثلا. ليه ما اجيبش جابرييل او صليب؟ ده ارخص شويه، ده انا ممكن اجيب جابرييل. مش غلط خالص ان انا اجيب جابرييل عشان الدبل بتاع ال23. يبقى انا كده عندي جابرييل وعندي اوديجارد. طيب وانا لسه في ارسنال، طب انا ليه ما افكرش بقى كمان في ساكا؟ يبقى انا كده عملت الدبل بتاع وسط الملعب بتاع ارسنال اللي الناس كتير حباه وكانت بتسال عليه، ساكا واوديجارد. هتقول لي فين مارتينيلي؟ اقول لك مارتينيلي مش شغال الفتره دي، مش عارف، مش شغال. فيعني مع ان انا كنت اتمنى يبقى مارتينيلي واوديجارد، لان ساكا فلوسه كتير بالنسبه لمارتينيلي، فرق ما بينهم تقريبا 1.5 مليون. بس ساكا هو شغال ومعاه ضربات الجزاء كمان، في اوبشن يخلي ساكا هو الفاليو بتاعته تعليه على مارتينيلي الفتره دي، وكمان البرفورمانس بتاعته عاليه. ده كده بالنسبه لنص الملعب خلاص خلصناه. تعالى بقى على الهجوم. بما اني شلت نيكيتيا، فانا ما فيش قدامي اوبشن تاني غير متروفيتش او توني. وانا شايف بصراحه ان هو توني هيبقى اعلى من متروفيتش بالنسبه لي، خصوصا الحيوان اللي عملوا معايا الجوله اللي فاتت، فلازم يصالحني على الاقل الجوله اللي جايه. توني عنده بقى الماتشات اللي جايه، عنده ساوثهامبتون، ارسنال، كريستال بالاس، بعدين بقى في ال25 عنده طبعا في ال25 هو هيبلانك توني، خلي بالك توني في ال25 هيبلانك، بس بعد البلانك ده بقى عنده فولهام، في ايفرتون، في ليستر، في لا ماتشاته حلوه قوي. فتوني اوبشن حلو جدا. هنشوف برضو ازاي هنقعده في الاسبوع البلانك. هيتبقى عندنا بقى الاثنين الحراس. طيب انا كنت جايب ديخيا وكنت جايب رامزدال، فالاوبشنز التانية معروفة ومحفوظة، بيكون بوب واحد منهم، لازم يكون بوب واحد منهم. التاني بقى ممكن نبدأ نفكر في إيدرسون على حساب أكي مثلا، مش عارف هل هي هتبقى. أنا بفكر صراحة بما إني مشيت تياجو سيلفا، بفكر إن أنا أروح على كيبا طبعا إحنا عارفين إنه ضامن مكانه. وبص أرقام كيبا الفترة الأخيرة 9-10 حلوين، 9 يعني نقدر نقول ادي ماتش من ساعه ما لعب، يعني كان مصاب من ساعه ما لعب 1 2 3 4 5 6 ماتشات، طلع ب3 كلين شيت، وطبعا السيفز والبونص مش مؤثر معاه، فمش غلط ان احنا ناخده، خصوصا ان ماتشاته حلو. بص ماتشاته فولهام، وستهام، ساوثهامبتون، توتنهام، ما عندوش بلانك في ال25، تشيلسي هيلعب، بعدين ليدز، بعدين ليستر. بص ماتشاته حلوه جدا. انا شايف ان هو هيبقى اوبشن حلو قوي تفكر فيه كيبا لو هتمشي تياجو سيلفا، تعملش دبل اب خالص منهم. يبقى احنا كده اتبقى لنا لعيب. اللعيب بقى الباقي، ومعانا 4.5 مليون، شويه الفلوس هتكون حكمانه، فتعال نقول 4.5 مليون في ديفنتر. هيكون مين يا ابو الشباب؟ او ممكن نغير يعني، بس تعال نشوف مين. والله انا جت في دماغي حاجه مجنونه دلوقتي، ومش غلط ان احنا نعملها اللي بيحب الجنان يعني. انا في دماغي افكر ان انا اروح على بيرن. اوف، هتفرق على 0.1. ليه الرخامه دي؟ هو انا ممكن عندك انت ما تفرقش، يعني ممكن يكون انت معاك ال 0.1 ده، يعني ممكن تكون فرقتك تسوى 101 مش 109 زي فرقتي مثلا. او ممكن اروح على بوتمان اخباره ايه معانا في اللعب؟ بيلعب زيهم، مش غلط. بص يا باشا كام كلين شيت، ده اللي جاب 3 من نيوكاسل الفتره اللي فاتت، ده اكل الشهد يا لهوي. ده ماتش 2 3 4 5 6، مش معقول 6 كلين شيت. ايه ده؟ انت بتلعبوا في دوري لوحدكم ولا ايه؟ خلينا نقول عشان الدنيا تظبط هنحط بوتمان. يبقى احنا دي التشكيله الثانيه بتاعتنا في الوايلد كارد. انا شايفها برضو مناسبه جدا. وزي ما قلت لك من هنا لل25 عندك 3 تغييرات. اللعيبه اللي عندك هتكون مثلا هنا عندك ادي تريبير، شو، بوتمان، بوب، بعدين عندك راشفورد وتوني. ادي كده 1 2 ميتوما 3 4 5 6 7 لعيبه مش هيلعبوا في ال25. بوب هيقعد دكه، سيبك منه، هيلعب كيبا. هيتبقى عندك 6 لعيبه مش هيلعبوا، 3 هنقعدهم دكه اللي هو تريبير وراشفورد وتوني، دول لازم يقعدوا دكه. هتمشي بقى 1 في 1، هتمشي شوف بوتمان في ميتوما، اسبوع اسبوع اسبوع.
عشان تدخل 25 فرقتك كلها بتلعب، او تشوف بقى تستغنى عن واحد يلعب فرقتك لو انت عايز وتدخل ب10. بس لو تقدر تدخل ب11 مش غلط، ليه لا. كده خلاص عملنا 2 وايلد كارد حلوين. خد سكرين شوت بص عليهم، عندك اي ملاحظات فيهم، فلوس مقصره معاك، عايز تفرق معاك على 0.1 0.2، ابعت لنا قول لنا مين اللي مش ظابط معاك، نقول لك مين بديل ليه ممكن ان شاء الله. فاتمنى ان الحلقه تكون ساعدتك. عندك اي كومنتات اكتب لي تحت، عايز اي حاجه انا موجود معاك 24 ساعه. بستأذنك بقى حط لنا اللايك بتاعك، اول مره تتفرج علينا اشترك معانا في القناه، تشرفنا وتنورنا. ما تنساش تفعل جرس تنبيهاتك، وتابعنا بقى فيسبوك وانستجرام وتيك توك برضو بننزل عليهم حاجات كل فتره. كان معاكم اسلام سري من 1 2 بالعربي. سلام.